بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي حبايب قلبي، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة أنا جاية أوصيكم وصية غالية جدا 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 ومن القلب للقلب، علشان انتوا غاليين عليا، فأنا حبيت إن أنا أنبهكم. الموضوع مهم جدا جدا في الصيف اللي احنا فيه الصيف اللي احنا فيه يا حبايب قلبي. ممكن الحاجة بعد الشر تسقط منكم كده وانتم مش عارفين ايه السبب. يعني تلاقي كده الحاجة عمالة بتموت، ويا ترى ايه السبب؟ احنا بنحط الاكل والشرب والبروتين والفيتامينات وكل حاجة، طب ايه السبب؟ انا هقول لكم يا حبايب قلبي ايه السبب. دلوقتي احنا في الحر الشديد قوي الطيور بتفقد معادن وفيتامينات مهمة جدا لجسمها، خاصة لما تكون الطيور في عمر صغير، يعني عمر شهر وشهرين، مش مستحملين الحر يا حبايب قلبي، وطبعا غصب عنهم، وده شيء طبعا. ربنا يا رب يحمي حاجتنا كلنا ويحفظ لنا يا رب طيورنا ويحسن ما بين ايدينا. النهارده يا حبايب قلبي انا جاي اقول لكم استغلوا الفرصه ان احنا في الصيف والحاجه كتيره ومرطرطه في السوق، وفي نفس الوقت طيورنا محتاجاها قوي 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 قوي. محتاجه ايه يا ولاد؟ محتاجين الطماطم يا ولاد، علشان الطماطم فيها املاح معدنيه وفيها فيتامينات، وغنيه بالفيتامينات والاملاح المعدنيه. ايه تاني يا ام ادهم؟ تاني حاجة البطيخ يا ولاد، لو انتوا لقيتوا مثلا عند الفكهاني بطيخ هو مش عايزه، هاتوه على طول للطيور بتاعتكم، لان برضك فيه فيتامينات مهمة جدا وغني جدا بالفيتامينات اللي الطيور بتاعتنا محتاجاها. آه يعني زي ما انتوا عارفين ان الحاجة طول ما هي صغيرة، طول ما هي لسه جسمها بيتبني، بتبقى زي بالظبط الطفل الصغير، محتاج للفيتامينات ومحتاج للمعادن ومحتاج للبروتين ومحتاج لكل حاجة. انت دلوقتي بتأسسي حاجتك، فانت لو اهملتي معلش يبقى انت اللي غلطانة وانت اللي قصرتي. هم ما قصروش، هم ده طير اخرس ما بيعرفش يقول انا عاوز ايه ومش عاوز ايه، ده اسمه طير اخرس يا حبايب قلبي. يعني ذنبه في رقبتنا احنا، طالما احنا ربنا يبقى لازم نشيل المسؤولية كاملة. صليتوا بينا على النبي. طيب يا حبايب قلبي، في ناس هتقولي طب احنا مش متوفر عندنا ان احنا نجيب طماطم ولا نجيب بطيخ ولا نجيب فاكهة ولا نجيب الكلام ده كله. طيب صلوا على النبي حبايب قلبي عليه افضل الصلاه والسلام. انت لو ما عندكيش مثلا السوق مش قريب منك ومش قادره ان انت تجيبي الحاجات ديت بكتره كده زي ما انا ما بجيبها كده، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، هتعملي ايه؟ هقولك تعملي ايه. انت يا حبيبه قلبي هتروحي عند البيطري وتقولي له عاوزه كيس الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي محتاجاها الطيور في الصيف هيقولك هيديكي كيس فيه مثلا نص كيلو، يعني هيقعد معاكي فتره، ما تخافيش، مش كيس كده صغير، لا ده كيس كبير وفيه كميه حلوه. هتحطي منها بقى في الاكل بتاعهم، في الميه زي ما هيقولك البيطري. لكن ما تسكتيش ابدا وتستسلمي، لان انت هتحطي الاكل والشرب قدامهم، هم اصلا ولا هياكلوا ولا هيشربوا، هم عاوزين حاجه تعوضهم الفيتامينات والاملاح يا حبيبتي اللي بيفقدوها. اقول تاني واعيد تاني يا حبيبتي، انا لما بعمل الفيديوهات ديت ما بعملهاش كده كشو وكفيديو كده وخلاص عشان اعمل فيديوهات، لا انا قصدا ان انا اوريكم انا بعمل ايه للطيور بتاعتي، علشان ما تسقطش مني في الحر اللي احنا فيه وتموت، وخساره احنا دافعين فيها فلوس ومكلفينها، فخساره حبايب قلبي، خساره. لازم تبقوا كده ناصحين وتتشطروا، ما دام انت ربيتي يبقى لازم تشيل المسؤوليه كامله حبيبه قلبي. زي ما انت شايفه كده الحاجه مقبله جدا 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 على البطيخ، يبقى البطيخ ده غني جدا بالفيتامينات اللي هم محتاجينها. مقبلين جدا 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 على الطماطم، يبقى هم نفسهم عارفين هم محتاجين ايه. يعني انا مثلا هقول لك على حاجه، انت دلوقتي حطيتي الاكل ولقيتي اللي هو الاكل مثلا الخلطه اللي انت بتعمليها او العلف او ايا كان بتعمليها وبتحطيها مش بيقبلوا عليها قوي، فهم مش محتاجين الاكل دلوقتي في الحر اللي احنا فيه ده، هم محتاجين الفيتامينات اللي هتعوض جسمهم الاملاح اللي هم بيفقدوها في الحر اللي احنا فيه فهمتيني؟ يعني انا النهارده بوصيكم يا ولاد ان انتوا ما تسكتوش. اللهم بلغت اللهم فاشهد. يعني انا دلوقتي يا حبايب قلبي عايزه اقول لكم بس اني سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، زي ما بتجيب لنا الصيف حر علينا قوي، زي ما بتكرمنا كرم كبير قوي 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 بالفاكهه والخضار وكل حاجه بتبقى كتيره قوي 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 في الصيف. الحاجه بتكتر بطريقه رهيبه في الصيف، يعني ما تتحججيش بقى وتقولي هجيب منين وهجيب ازاي.
ربنا زي ما بيحاجينا بالحاجات الحلوه قوي قوي قوي، زي ما بيدينا الصيف حر شويه، زي ما بيبعت لنا الخير الكتير قوي 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 اللي في الصيف ده. سبحانك يا رب على كرمك وفضلك وكرمك يا رب. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شايفين يا حبايب قلبي، انا بجيب طماطم، بجيب بكميات كبيره، اللهم صل على النبي. انا بقى الكتاكيت بتاعتي والفراخ الصغيره بهتم بقى بيهم شويه، بدلعهم شويه، بغسل لهم الطماطم قبل ما احطها لهم، بغسلها وبقطعها لهم رفيع خالص خالص خالص، عشان ايه؟ يعرفوا ياكلوها، وما يعني ما يمسكوش القطايه سليمه كده ويبهدلوها في الارض وتتبهدل منهم. فانا بغسلها زي ما انتم شايفين كده، بغسلها وبقطعها رفيع خالص. على فكرة دي طماطم مستوية، ما تبصلهاش ان هي كده، لا، بس هي فعلا لو مسكتوها هتلاقوها مستوية خالص. يعني هي منظرها بس تقولوا ايه ده، ام ادم جايبة طماطم سليمة وبتعمل حوار علينا. لا والله، ده انا جايبة الطماطم دي ما دفعتش فيها مليم احمر، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فسبحان الله، الحمد لله. يعني انا بعمل ايه بقى؟ هقول لكم حبايب قلبي علشان ما تستغربوش وتقولوا انتوا بتجيبي الكميات دي ازاي كده ببلاش. هقول لكم صلوا على النبي. دلوقتي يا حبايب قلبي انا ما بنزلش بدري، يعني مثلا الصبحيه كده اروح اقول للبياع هات شويه طماطم للطيور بتاعتي، والله هيبص لي كده من فوق لتحت وهيكشم لي. انا عارفه انا بقول لكم ايه. لا طبعا انا بنزل السوق طبيعي خالص، بشتري حاجه البيت بتاعتي وبطلع بعمل اكلي وشربي وبتغدى كمان وبشرب الشاي كمان انا وابو العيال، وبستقنيس كده وبقعد كده كمان اتفرج على التلفزيون شويه. وبعد ما بخلص كل الحوارات ديت اقوم قايمه بقى ايه، نازله السوق. انا السوق عندي بيشطب متاخر، يعني السوق عندي بيشطب على الساعه 12. كل واحده بقى على حسب السوق بتاعها بيشطب الساعه كام، بس المهم ان انت قبل ما يشطب بساعه بساعتين تنزلي. يعني قبل ما يلموا حاجتهم بقى كده وخلصوا ماشيين، لا تنزلي انت بقى. حسب بقى عندك بيخلصوا المغرب، بيخلصوا بالليل، بيخلصوا امتى الله اعلم. انا عندي سوق بيخلصوا ايه، بيشطبوا الساعه 12 بالليل. فبنزل حوالي 10 ونص 11 في الحدود ديت. فبنزل بعمل ايه، بلم هم اصلا مجهزين لي الحاجه وشايلينها على جنب. يعني مثلا اللي عنده شويه طماطم يقوم حاططهم في كيس وشايلهم على جنب، اللي عنده شويه فاكهه بيبقى حاططهم في كيس وشايلهم على جنب. ليه؟ مش ليا انا لوحدي، لا، لاي حد بيربي طيور. اي حد عندنا في المنطقه بيربي طيور بينزل ياخد الحاجه ديت، مش من بياع واحد، لا، ده كذا بياع وكل السوق بيعمل هذا الشيء. اللي عنده شويه حاجات بايظين بيحطهم في كيس وبيحطهم على جنب. ليه بقى ما بيترموش في الزباله؟ ليه؟ لان هم برضو بيستحرموا، يقولوا لا الحاجه دي تروح لايه، لحد بيربي. فانا ما بصراحه ما بدفعش فيها ولا مليم. لكن انت لو عندك الظروف، يعني على حسب البياع عندك هيقول لك اشتريها مثلا، ممكن تديله 5 جنيه وتاخديهم، 10 جنيه وتاخديهم، زي ما انت ايه يعني متعوده في السوق عندك بيعملوا ايه. السوق عندنا اللهم صل على النبي كبير، والبياعين يعني مثلا ايه، في اسواق بيبقى بتاع الخضار بيبقى جايب شويه طماطم صغيره وبيبيعهم مع الخضار. لا، احنا عندنا الوضع مختلف. احنا عندنا يعني محلات مخصوصه للطماطم بس، فبيبقوا جايبين كميات طماطم كبيره قوي، فعشان كده بيبقى فائض عندهم طماطم مستويه كتير قوي. فهمتوا بقى؟ فانتوا بقى يعني لو الموضوع ده مش متوفر عندكم اصلا هتعملوا ايه؟ هتجيبوا كيس الاملاح المعدنيه وتكتفوا بيه. لو مش موجود، مش متوفر عندكم طماطم ولا بطيخ ولا فاكهه زي ما انا ما بجيب كده. طبعا في ناس كتير بتفتكرني ان انا بعمل شو، ان انا بقى جايبه طماطم وبصور ومش عارفه ايه. لا والله، انا بجيبها الهدف، لان انا عارفه ان الطيور محتاجاها قوي قوي بشده في الصيف. يعني هي تكاد تكون بالنسبه للطيور هي اهم من الاكل والشرب نفسه. لكن في الشتاء الوضع بيختلف، سبحان الله، الحاجه بتكتفي بالاكل والشرب وبتبقى كويسه جدا. طول ما انت حاطه الاكل والشرب في الصيف وما بيقدموش عليه، لازم تعرفي ان هم محتاجين حاجه تعوضهم الفيتامينات والمعادن اللي بتنقص من عندهم. ومع السلامه، ونتقابل في فيديو